ازيكم يا بنات؟ اللي عايز يوفر احسن توفير واكلة بتنجز اخر الشهر، بتنقذه حرفيا. بصوا القوام بتاع المكرونة عامل ازاي، ولا الفاهيتا تحفة بجد. وكده نوفر صلصة وناكل اكل من بتاع المطاعم وجميل جدا. السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا حلوين. صلوا على النبي كده الأول، وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى. يا رب يكون عيد كله فرحة وخير عليكم يا رب. النهاردة بقى هنعمل فاهيتا بالمكرونة بس من غير صلصة الحمرا. يعني ايه من غير الصلصة الحمراء؟ يعني مش هنستخدم طماطم خالص نهائي عشان نوفر شوية، خصوصا مع سعر الطماطم بقى غالي جدا، اللي ب60 واللي ب70 واللي ب80، واحنا كمان على دخلة عيد. ولنفس الوقت يكون الأكل تحفة. صلوا على النبي كده يا بنات في التعليقات، ويلا بينا نبدأ التحضير. هنا عندنا الأول أي كمية صدور فراخ انت عايزاها تغسليها كويس وتنقعيها كويس، وعندنا بصل، وعندنا طماطمايه، وعندنا قرن فلفل تبشريهم ويبقى ناعم جدا على قد ما تقدري. وبعد كده تروحي حاطة عليهم التوابل. هتحطي ايه توابل؟ هنحطه ملح، وهنحطه رشة جنزبيل، وهنحطه كمان معلقة توابل فراخ، وكمان هنحطه معلقة فلفل اسمر، وكمان نحطه معلقة كركم على حسب بقى انتي حابة اللون يبقى ايه. والملح طبعا لازم. والثوم البودر اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، لو عايزين تعرفوا الطريقة ارجعوا له وانتوا هتلاقوا الطريقة جميلة جدا وسهلة. بعد كده هنقلبوه كويس 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 كويس. وللعلم ان الخلطة دي هنشتغلوا بيها، مش هنغسلوا الفراخ تاني او هنفضوها. وبقى عندنا هنا حبة بطاطس نحمروهم، يعني نقشروهم ونخرطوهم كويس جدا ويبقى ناعم، يبقى شبه الشيبسي. ونحط عليهم شوية مية، انا ما بحطش عليها اي اضافات، بتبقى جميلة جدا 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 ومبتشربش زيت وبتبقى حلوة. هنا بقى نقطعه حبة فلفل عشان خاطر الطبخة. وهنسيبه البصل واحنا شغالين نقطعه جوليان على طول عشان ما يغيرش ريحته. هنا بقى كان عندي شوية مكرونات، وديت اللي هتبقى الحلقة الجامدة جدا للمرة الجاية، اللي هي عن المكرونة وازاي يبقى عندي مكرونة والنشويات والرز والكلام ده كله، يعني في السلسلة ان شاء الله. عندنا بقى صينية الزيت وهنحطه فيها البطاطس وتبقى يعني سخنة. تجربي فيها ببطاطساية. انا بحب احطهم كلهم طرة واحدة، يعني انا ببقى عاملة الكمية على اساس اللي هي طرة واحدة. وفي العين التانية هحط شوية زيت صغيرين وهحطها على النار، وفي العين التالتة هحط شوية مية بحبة ملح للمكرونة. بعد كده هنزل فيها الفراخ، اشوحها كويس جدا جدا كده لحد ما تاخد لون وتبقى استوت بمعنى الكلمة، تاخد صدمة، بتبقى طعمها جميل جدا. وبعد كده بقى نقلبوها كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين. ويكون عندنا المكرونة طبعا حطيناها كده بقى. كنا واحنا بنقلبه في الفاهيتا نقطعه البصل جوليان اول ما يدبل، بس في البداية نروح حاطين حبة الفلفل. والفلفل اول ما يدبل بعد كده نروح حاطينها. لو عوزتي حبة زيت او عوزتي ادام، انا بحب احط الزيت واحدة واحدة بحيث ان هو ما يبقاش ياما جدا في الاكل. ونقلبوا المكرونة انا بسويها زيها زي شبه الكشري، بتبقى كاملة السوا، ما بتبقاش عايزة حاجة. بعد كده بقى هاخد الخلطة بتاعت الفاهيتا دي كلها احطها في طبق، ومكان الصينية احط معلقة، واحط حبة من الحباش اللي كانوا فاضلين الناعم، واحط معلقتين دقيق، واحمر المعلقتين الدقيق كويس جدا جدا جدا. بعد كده اروح بقى حاطه ايه، اروح حاطه شويه لبن بس ازودهم بحبه ميه. يبقى مثلا لو انت عندك كوبايه لبن ومش عارفه تعملي ايه، تروحي انت حاطه عليهم كوبايه ميه وتروحي عامله بيهم الصوص ده، وتروحي حاطه عليهم توابلك الملح والفلفل الاسمر والكلام ده كله على حسب الاكل. والمكرونه هتكون استوت، نصفوها من ميتها. اول ما الصوص ما يتقل معانا هنمسكوا المكرونه ونحطوها فين؟ نحطوها على الصوص. بعد ما المكرونة تستوى ونحطها على الصوص كده نقلبوها تقليبة، أول ما تشرب من الصوص نسيبوها على جنب. هنا بقى كان عندنا شوية عصير جوافة، والبطاطس حطينا عليها حبة كمون، وعندنا حبة مخلل. وهنا بقى بصوا على قوام الصوص بتاع المكرونة، تحفة تحفة، ولا الفاهيتا هتبقى تحفة بجد. وصلوا على النبي يا بنات، وقولوا لي في التعليقات لو الأكلة بتحبوها من غير صلصة، وما تنسوش اللايك يا حبايب.